السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة دبري ووفري مع شيماء. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهاردة بحلقة اقتصادي على الآخر. عايزة اقولك ان احنا استخدمنا فيه شوية من عيش الفينو اللي باقيين من الولاد من المدرسة. خدته كده وعملت منه الوصفة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. قد ايه جميلة وسهلة وبسيطة ومش هتكلفك كتير، فعلا تستحق التجربة. يلا بينا ندخل بقى على الفيديو عشان نعرف الوصفة القمر دي عملناها ازاي. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابة اطلب منكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناة، وما تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كده في كسرولة على النار، هبدأ احط كوباية من السكر وقصادها كوباية من المية، وهنسيبهم كده يغلوا من غير ما نحط فيهم معلقة ولا نقلبهم ولا حاجة. بعد كده اول ما يبدأ يغلي هروح جاية حاطة عليه عصير نص ليمونة وكمان نقطتين من الفانيليا، واسيبه يغلي بقى لمدة حوالي 3 دقايق كده على النار، ونسيبه بعد كده يبرد. هنجيب بعد كده العيش الفينو اللي عندك، اي كمية انتي يعني حطاها عادي، مش متأيدة بكمية معينة. انا هنا كان عندي حوالي 5 ارغفة او 6 ارغفة، طبعا ده يرجع لحجم الرغيف نفسه ويرجع لعدد الرغيف اللي عندك، يعني على حسب اللي موجود هتعملي المقادير اللي هقولك عليها دي. تمام. هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نقطع العيش الفينو ده لقطع كده زي ما انتوا شايفين، ويستحسن طبعا ان هي تكون قد بعضها. تمام. اهي زي القطعة كده. هنبدأ نجيب كمان الصينية بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، ونبدأ نرص فيها العيش بتاعنا. لغاية دلوقتي العملية سهلة جدا وما فيهاش اي حاجة مكلفة ولا اي حاجة. هتبدأي كده ترصي العيش بتاعك كده جنب بعض وجنب بعضه لحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي كلها، وطبعا على حسب الكمية اللي معاكي هتستخدمي صينية قدها. هندخله بعد كده على فرن سخن على درجة حرارة 180. انا عايزاه يتحمص من تحت ومن فوق كويس علشان خاطر يبقى طعمه حلو. طبعا بعد ما اتحمص معايا طلعته هدى شويه كده 5 دقايق، وبعد كده رحت جايه سقياه بالشربات. كان الشربات معايا كان بارد مش سخن، وبدات ان انا اسقيه كل الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. سبته 5 دقايق بس كده يشرب من الشربات ده ويطرى معايا، وبعد كده رحت جايبه اي حاجه دكيته بيها كده عشان يبقى كلهم سوا واحد، ما يبقاش عندي حاجه عاليه وحاجه واطيه. فما فيش عندي غير الهراسة بتاعة البطاطس دي، بدأت ان انا ادك بيها كده علشان خاطر يتبطط كله ويبقى يعمل لي طبقة من تحت محترمة كده للعيش السرايا اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. الطبقة التانية بقى عبارة عن ايه؟ انا معايا هنا كيلو من الحليب او لتر من الحليب، عليهم 4 معالق كبار من السكر، والسكر هنا على حسب رغبتك، لو عايزة تزودي براحتك. كمان حطيت 4 معالق كبار من النشا، وبدأت كده أقلب الأول على البارد النشا والسكر والحليب لحد ما داب معايا، واتأكدت ان هو خلاص مش متكتل معايا ولا حاجة. بعد كده هنرفعه على النار، وايدك بقى ما تسيبش التقليب نهائي، افضلي قلبي قلبي لحد ما يبدأ يتقل معاكي بالمنظر ده. اول ما يتقل هروح جايه نازله عليه معلقه كبيره من الزبده ونقطتين من الفانيليا. تمام كده. طبعا قلبي برضو كده لحد ما تدوب الزبده معايا، وخلاص هنطفي عليه ويبقى كده الكريمه بتاعتنا بقت جاهزه. هنبدأ ننزل بيها مباشرة وهي سخنة كده على الطبقة اللي احنا كنا عاملينها بتاعة العيش والشربات، ونسيبها بقى تبرد الأول شوية في المطبخ كده، وبعد كده ندخلها التلاجة تسقع تماما أو تبرد تماما. أبسط تزيين كان عندي، أنا كان عندي هنا شوية من الفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض كذا مرة وبنزين بيه حلوياتنا كلها. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي شوية مكسرات، شوية جوز هند، أي حاجة عندك زيني بيها، بس طبعا بعد ما تبرد تماما. ده كده شكلها بقى خلاص. بعد ما زيناها هنبدأ نقطعها مع بعض. انا قطعتها على 9 قطع على حسب الصينية اللي انا اشتغلت فيها. هطلع لكم دلوقتي بقى واحدة عشان نشوف قد ايه هي جميلة جدا جدا. وبجد يا جماعة يعني اللي ياكلها مش هيصدق ان دي معمولة من العيش الفينو، لانها فعلا طعمها اكتر من رائع. جميلة ومش مكلفة ولا حاجة، يعني حاجة بسيطة تعمليها لولادك. مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود ولا كمان مقادير.